تحية مشاهدينا الكرام، مشاهدي منبر الحوار بريس. معكم عبد الكريم أيت بلال من منطقة تاسع، جماعة تمضن مرصيد إقليم أزيلال، يعني في النقطة التي تربط الطريق الرابطة بين أيت محمد وأزيلال في اتجاه أيت عباس وأيت بولي وزاوية أحصال. تشاهدون الأجواء هذا اليوم يوم السبت، وهذا الصباح استفقنا على التساقطات الثلجية كما توقعنا حسب النشرة أيضا الإنذارية التي تحدثت عن سقوط الثلوج على مرتفع وعلى ارتفاع يتجاوز 1400 متر، ونحن الآن نقف هنا على ارتفاع حوالي 1600 متر. هنا الطريق الرابطة بين أزيلال وأيت محمد، هنا الطريق في اتجاه أيت محمد وأيت عباس وزاوية أحنصال وأيت بولي وغيرها، وهنا الطريق صوب أزيلال. تشاهدون الآن حجم التساقطات الثلجية وهذه العاصفة الثلجية كما تشاهدون من خلفي وكما تلاحظون. واستجابة للنشرة الإنذارية شاهدنا أيضا مرور شاحنات وكاسحات الثلوج من أجل فك العزلة على الطريق الرابطة كما قلنا في اتجاه زاوية أحنصال في اتجاه بوغماز عبر أيت محمد. كنا في أيت محمد في الصباح وكانت هناك تساقطات ثلجية كثيفة. الطريقة الانسيابية في هذه الطريق ما زالت يعني تسير كما على ما يرام وكما تشاهدون دائما والصورة أبلغ من أي تعليق كما تشاهدون من خلفي مشاهدينا ومتابعينا لمنبر الحوار بريس. عبد الكريم أيت بلال يحييكم من هنا تيسا وتسا، جماعة تمضن مرصيد إقليم أزيلال، طريق رابطة بين أيت محمد وأزيلال، وشكرا لكم.